كتقول غدا غادي نبدا السيمانه الجايه، تقول خاصني غير شويه ديال الحماس. كدوز ايام شهور فرص وانت واقف بلا شي حركه. ولكن سمعني مزيان، راك ماشي كسول ولكن مريض. بصح تسويف مرض نفسي وعنده اسباب علميه كتخلي دماغك يهرب من الخدمه ولا ما تحس. اليوم غادي ندخل معاك في العمق. علاش كتسوف؟ شنو كيوقع في دماغك؟ كيفاش تخرج من هذا الجحيم؟ وغادي نقولها لك من دابا. خاصك تستوعب هادشي اليوم ولا غادي تبقى ديما عبد عند التاجيل. التسويف هو انك تعرف الحاجه اللي خاصك ديرها وعندك القدره ديرها ولكن كتاجلها وكتعطي اعذار كاذبه، بحال ما عندي وقت، خصني نكون في المود، خصني نكون مركز غدا، ما عنديش طاقه دابا. دراسه من جامعه كالغاري كتبين ان التسويف ماشي مشكل ديال الوقت ولكن مشكل ديال تنظيم المشاعر. يعني ماشي ما عندكش وقت، عندك مشاعر سلبيه مرتبطه بالخدمه وكتحاول تهرب منها. دماغ الانسان فيه جزء سميتو اللوزه الدماغيه اميغدالا. هاد الجزء مسؤول على الخوف والقلق. وقت اللي كتفكر في مهمه صعيبه ولا كتخاف من الفشل ولا كتفكر في الايجاد، اللوزه كتفعل حاله الهروب وكتقول لك هرب دابا، شوف شي حاجه مسليه. وهنا كيجي الدور ديال الدوبامين، هرمون المكافاه اللي كيتطلق مع اي متعه قويه وفوريه، بحال كيصيفطك تفرج في تيك توك يوتيوب ولا كتاكل ولا كتنعس. فبلا ما كتحس دماغك كيربط المتعه انها كتساوي الراحه والخدمه كتساوي تهديد. كتسوف نهار، سيمانه، عام وما كتحسش حتى كتفيق وكتلقى ما حققتي والو. ثقتك في راسك مدمره، عندك قلق مزمن وكتهكر حتى راسك. دراسه من جامعه كارتلاند في كندا بينت ان الناس اللي كيسوفوا بزاف عندهم معدل اعلى في الاكتئاب والتوتر وكره الذات. علاش؟ حيت كل مره كتاجل كتخور راسك وكتعلم دماغك انا ما عندي كلمه. الاعذار اللي كتستعمل راهم فخاخ نفسيه، بحال خصني نكون بيرفكت، هادشي كيعني خصني ما نبداش حتى نكون خارق، مازال عندي الوقت. وهذه اخطر كذبه حيت كتضيع الاعوام وانت مقتنع انك غادي تبدا. كتسنى الحماس، هذاك الحماس عمره ما كيجي قبل الفعل، ديما كيجي من بعد ما كتبدا. ودابا غادي نعطيو حلول عمليه وعلميه. قاعده رقم 1 اللي هي قاعده 5 ثواني ديال ميل روبنز. اي فكره جاتك دير شي حاجه، حسب من 1 ل5 وبدا في ديك الساعه. هاد التقنيه كتمنع دماغك من قتل الفكره قبل التطبيق. قاعده رقم 2 تقسيم المهمه لاجزاء صغيره. ما تقوليش خاصني نكتب مقال، قول خاصني نكتب 3 ديال الجمل باش دماغك ما يشوفهاش تهديد كبير. قاعده رقم 3 وهي قاعده بومودورو، خدم 25 دقيقه وارتاح 5. هاد الطريقه كتخلي الدماغ يركز بلا ما يحس بالضغط. قاعده رقم 4 كتب الاهداف اليوميه في ورقه. وهذا الشيء هذا ديما كنانسيست عليه. الناس اللي كيكتبوا كينجحوا بنسبه 42% اكثر. هذه دراسه من الجامعه ديال دومينيكان. قاعده رقم 5 التعامل مع الذات بالصرامه والرحمه. قول لراسك انا ما غاديش نكون عبد ديال التاجيل، ولكن ما تحرمش راسك بزاف. كنا كنطيحوا ولكن خاصك تفيق. ماشي عيب تاجل، ولكن العيب انك تعرف هذا الشيء كامل وتبقى تتفرج في حياتك كتضيع وانت كتقول غدا. راك ما محتاج لا كورسات لا اثار لا شي حاجه، راك محتاج تبدا دابا باي حاجه باي جوده، لان النجاح كيتبنى على الفعل. وكل يوم كتاجل راه انت كتدفن حلمك شويه بشويه. والسلام عليكم ورحمه الله.